ولأننا ضيوف على ندوتهم فسيديرون ندوتهم كما كانوا سيديرونها في نادي البلطيم والبرولوس، وبالتالي يقود هذه الجلسة الشاعر الكبير الأستاذ الإعلامي زينهم البدوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا، صدق الله العظيم. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاطر التحايا لكم، وإنه لا يطيب لي أن أكون بينكم هنا في سيدي سالم، إحدى ضفاف بحيراتنا العامرة. وبالمناسبة البحيرة ضفاف وليس ضفتان كما ورد في الدعوة. البحيرة ضفاف، نعتز بأننا نمثل إحدى هذه الضفاف. بحيرتنا عامرة، وهي بيئة خلابة. كنت ولا أزال وسأظل أقول إنها بيئة لا ينبغي أن تنجب غير الشعراء. ليس كما تفضل دكتور طه، فمثلي سيقنع بدور المتحدث لكي يلقي رؤيته وتذوقه لإبداع المحتفى به. ينحصر دوري في ذلك، بعدها أترك الميكروفون لمن هو جدير بهذه المهمة. إحقاقا للحق، المحتفى به يا سادة صاحب اسم فريد، حين يتهادى إلى أسماعنا يستقر في الوجدان، وذلك شأن الأسماء الفريدة بطبيعتها، واسم غير متكرر، مبدع عصامي، ما في ذلك ريب. ولعله في ذلك ينتمي إلينا نحن أبناء البرولوس من سكان السفح. لسنا كسكان الدور الثاني في بلدتنا، فهؤلاء لهم شأن آخر. وأقصد بسكان السفح أبناء الصيادين، صياد الأسماك. هؤلاء من ارتبط بحدائق الإبداع منهم من المؤكد أنه سيكون له شأن فريد، بل منا من أتيحت له فرصة الالتحاق بالكتاتيب ثم المدارس ثم الجامعات فيما بعد، وذلك بالنسبة إلى بيئتنا كان أمرا فريدا لم يكن معهودا، لدرجة أن موقفا حدث لي بعد أن عملت بالإذاعة المصرية وأتيحت لي فرصة للتسجيل مع أحد العلماء الأجلاء الذين نعتز بانتسابه إلى بيئتنا، العالم الكبير الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص، عالم البيئة العالمي. بعد أن أجريت معه الحوار للإذاعة المصرية وفي طريقي إلى الرحيل قلت له: على فكرة يا دكتور أنا برولوسي. ففوجئ بهذا: برولوسي؟ ارجع. فعدت إليه، قال لي: من جماعة مين؟ قلت له: من جماعة البدوي. قال لي: أبوك صياد.
قلت له نعم. ففاجأني بهذا السؤال العجيب، هم الصيادين بيعلموا عيالهم؟ قلت له نعم، أخيرا الصيادون يعلمون أبنائهم. إنما أردت بهذه الواقعة أن أثبت أن العصامية بالنسبة إلينا مسألة منهج حياة، ليس مجرد حالة عابرة. نحن نحتفل اليوم بإبداع مبدع عصامي يحمل سمات البرولوسي الأصيل. وما أدراك ما سمات البرولوسي الأصيل؟ حدثنا عنها منذ قليل شاعرنا القدير الأستاذ سعيد قنديل، لأنه ابن هذه البيئة. وأذكر يا سادة، بل سأدع هذه الواقعة إلى حينها. هذا المحتفى بإبداعه قلت إنه يحمل سمات المبدع أو الإنسان البرولوسي الأصيل. في الصدر منها الفطرية والعفوية. عشت زمانا في بلدتنا كان الناس فيها وفي ذلك الزمن أقرب إلى الملائكة منهم للبشر. إنما أصبت بهذا العهد ما قبل دخول الكهرباء، فدخول الكهرباء كان يمثل نقطة فارقة بين عهدين. قبل دخول الكهرباء كنا نتطلع في الأفق حين تغيب الشمس فنسعد برؤية النجوم في السماء. حرمنا هذا المشهد البديع، وأنا أحد أبناء الصيادين الذين بينهم وبين قراءة النجوم علاقة حميمة. كنت أعجب كيف كان أهلي من الصيادين يحسنون الإبحار متجهين إلى وجهتهم بقراءة النجوم. وقبل أن نتعلم نحن في الجغرافيا مجموعة الدب القطبي وما إلى ذلك، كان أهلنا بصراء وحاذقين، بل لديهم دربة حتى في إدراك أين هم، لا من خلال النجوم فحسب، وإنما كان أبي حين يسأل أين نحن الآن يمسك بالقصف. القصف هذا يا سادة هو نصف المدرة، حتة خشب عشان كده. نعم. ويغرزها في التربة، فيقول نحن في المنطقة الفلانية. بمجرد ما يصل هذا القصف إلى التربة، أرأيتم هذه الفطرية يا سادة كنا ننعم بها. وأذكر في طفولتي عندما سعوا إلى إنشاء نقطة شرطة رفض طلبها، الداخلية لم توافق على هذا. لماذا؟ جاء في حيثيات الرفض إن المكان، البيئة، القرية التي لا يقع فيها معدل جرائم عدده 3 جرائم لا يمكن أن ينشأ فيها نقطة. بلدتنا لم تكن تعرف أي شكل من أشكال هذه الجرائم. كان أقصى انفعالات الكائن البرولوسي إن يعلي صوته. تخيلوا إنه يعلي صوته فقط، قمة الانفعال. ثم حاق بنا المكر السيء فيما بعد. وأتذكر أن أول جريمة تحدث في بلدتنا هي التي ترتب عليها انتقال الداعية العلم فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي من البلدة عندما أبوا مساعيه للإصلاح بعد هذه الجريمة
العظيمة التي وقعت في بلدتنا وكانت في منطقة البنائين، فترك، كان إماما وخطيبا في مسجد سيد يوسف، ترك البلدة وانتقل إلى سيدي جابر ومنه إلى القائد إبراهيم، وأصبح فيما بعد علما من أعلام الدعوة. تخيلوا هذه أول جريمة تقع في بلدتنا أو في العصر الحديث. تخيلوا هذه البيئة، بيئة فطرية، بيئة عفوية. أيضا من سمات الشخصية البرولوسية السخاء، وأنتم تعرفون ذلك من خلال ما نقترب من هذا الرجل الذي يحتفى به الداعي اليوم، وهو يعني ليس سخاء متكلفا، ولله در أبي الطيب حين قال: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، وللنفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أم تساخيا. نعم. ماذا عسى مثلي أن يقول عن سمات البرولوسي الأصلي؟ الحديث في شبه. يبقى السؤال: ما الذي حملني على تلبية هذه الدعوة الكريمة، على قلة ظهوري في المحافل والمنتديات، وخاصة تلك التي تناقش أعمال الإبداعية؟ ذلك أني لا أعد نفسي ناقدا، ولكني أعتز كثيرا بأن لي ما يمكن أن نطلق عليه رؤية المتذوق، ليس تواضعا ولا حقا من قدر رؤى المتذوقين، وإنما إنصافا لنا نقول أن رؤية المتذوق لا تقل بحال عن رؤى النقدة المتخصصين. نحن ماذا نريد من النقاد؟ أعظم الأدوار التي نترقبها من الناقد البصير أن يضع أيدينا على مواطن الإجادة والإتقان في الإبداع. ما أحوجنا إلى هذا الناقد الذي يضيء لنا مساحات معتمة في النص الإبداعي؟ ما أحوجنا إلى هذا الناقد الذي يضع يدنا على جماليات النص الإبداعي، لدرجة أني وأنا مبدع هذا النص أتعجب كيف تواتى لهذا الناقد أن يصل إلى ما لم أدركه أنا كمبدع. التنظير يا سادة في النقد قيمته وإنها مرهونة بقابليته للتطبيق على أرض الواقع، ولله در القابل. عير طوط نخلة قائلا: مهما تطولي فأنا الأرفع، فقالت النخلة واستضحكت: نعم، ولكن أينا أنفع؟ هذا سؤال مهم للغاية. العبرة بالجدوى، العبرة بإدراك القيمة والانتفاع الفعلي، ليس بالتنظيم. في تقديمه للديوان ذكر شاعرنا وناقدنا الذي نعتز به مبدعا وناقدا أن المحتفى بإبداعه لم ينل حظه الأوفر من التعليم، فكانت الحياة من كل مشاربها معينا ينهل به. صدق فيما ذهب إليه، وكيف لا، ولدينا أمثلة ساطعة في ميدان الإبداع. أحدثكم عن شيخ شعراء الإسكندرية الذي سعدت بلقائه يوما، وحين علم بأني برولوسي قال لي:
يا ابني أنا أمي بروسية، وزرت بلدتكم سنة 1940 وكتبت فيها قصيدة يحضر منها الآن أبيات يقول فيها: ضفاف البرولس ما أرجفوا، لقد صدق الحس فيك الخبر، فهذا جمالك ملء العيون، وهذا جلالك نور البصر، وأهلك أهل الندى الطيبون، كرام الطباع حسان الصور، إذا الضيف هل على دارهم تلقاه أهل له أو أبر، وفي البحر نغنم من صيده، وفي البر نقطف أشهر القمر. تعرفون من عبد العليم القباني؟ نعم. هذا الشاعر العصامي تقدم إلى مسابقة في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب، فكان أول ذهب إلى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب ودخل على أحد الأعلام، تذكر اسمه محمد فريد أبو حديد، فاستقل. لماذا؟ عبد العليم القباني كان يرتدي جلبابا جلابيه، تعجب محمد فريد أبو حديد ده مين؟ قال له عبد العليم القباني. قال له عايز ايه؟ قال له انا اللي فايز في المسابقه. فايز؟ انت شاعر؟ قال له نعم. قال له اسمعني، فاسمع، فطالب وتاكد انه هو الشاعر الذي فاز. في نهايه اللقاء طلب الاستاذ عبد العليم القباني طلبا من الاستاذ محمد فريد ابو حديد: اتعرفون ما هذا الطلب؟ قال له يا سيدي أنا ترزي بلدي ونفسي في وظيفة تقربني من الكتب، شوفوا لي شغلانة تمكنني من الاقتراب من مصادر المعرفة. فتوسط محمد فريد أبو حديد وعينه موظفا في أرشيف كلية الآداب بجامعة الإسكندرية. وأذكر أن من تجاربه الفريدة إحدى القصائد التي يعرض فيها عن استيائه من أن الغويرفة التي يقيم فيها موظفا بالأرشيف في البدروم وهو يدري أن الأيام ستمر وأن ستنشأ مكتبة الإسكندرية العامرة كلها تحت الأرض. هذا عبد العليم القباني. محبوب موسى الذي أصبح فيما بعد شيخا لشعراء اسكندرية، أتعرفون ماذا كان يعمل يا سلام؟ كمساري في الطرمانين. أنا سجلت معه ساعات عن حياته وشعره، علم من الأعلام، وهو شاعر مبدع قدير وعروضي من الطراز الفريد. نعم. وهو صاحب قصيدة شد الحزام والسادات حبسوا عشان. صحيح علم. هذا لم يحصل من التعليم النصيب الأوفر كما ذكر الأستاذ كرم البغدادي في المحتفى به. ليس شرطا يا سادة العقاد، مثال عبقري العبقريات يا سادة. يحضرني من أقواله العظيمة: غناك في نفسك، قيمتك في عملك، بواعثك أحرى بالعناية من غاياتك، لا تنتظر من الناس كثيرا ومن عندي أنا ولا قليل. ثم لماذا نذهب بعيدا؟ لدينا شاعر عملاق من شعراء المهجر. هذا يا سادة هو القائل
لئن كنت لم أدخل المدرسات صغيرا ولا بعد هذا الكبر فذا الكون جامعة الجامعات وذا الدهر أستاذها المعتبر. هذا إلياس فرحات صاحب التجربة الفريدة في دنيا القصيدة التي درستها ضمن العمل الذي أعتز به وقدمته عبر سنوات على موجات صوت العرب بهذا العنوان: تجارب فريدة في دنيا القصيدة، حكمة الأفعى. انظروا إلى المطلع سنة 48 يا حضرات أو 47. تصوروا في المطلع يقول: قالت الأفعى لأمريك اسمعي إن تقليدك لي عين الشطط. ثم يختم القصيدة بقول: أنت فيك السم. ده بيسرد حيثيات الاعتراض على فكرة إنه الأفعى زي أمريكا. لا، أنت فيك السم، هو يخاطب أمريكا، لا حصر، وأنا السم بنابي فقط. هذا شاعر. هذه نماذج ساطعة تؤكد أن الثقافة والإبداع لا علاقة لها بالمستوى التعليمي ولا المستوى الثقافي ولا المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي. كما نقول دائما: المبدع ابن ذاته وابن بيئته. نعم، نحن بإزاء مبدع هو ابن ذاته وابن بيئته. والنموذج الأمثل لما نقول ذكره شاعرنا القدير الأستاذ سعيد قنديل: عبقرية النبوغ الشعري في أجلى صورها مثلما يطيب لي أن أصفه دائما. صالح الشاعر هو القائل: أنا في شعري. على فكرة هذه نريد في منتدياتنا الإبداعية أن نفرق بين المنتدى الإبداعي ومنتدى الكرنفال. ليه؟ لأن المنتديات الكرنفالية يحضرها كائنات تضل طريقها إلى السيرك القومي. من ضل طريقه إلى السيرك القومي أعتقد أنه أصل عبد الرحمن ذكر عامل كده بس هون عليك. المنتديات الإبداعية تحتاج إلى لا شأن لها لا بالمهارب ولا بالزخارف ولا بالخزعبلات. علمتنا بيئتنا البروسية أن الصدق يتنافى مع ارتداء الأقنعة. عبقرية النبوغ الشعري وضع المنهج السليم: أنا في شعري وشعري قصتي، لست في جسمي ولا في رسمي، بين كفيك وجودي خافقا وفؤادي غارقا في دمي. ويح لي منه ويا ويح له ولمن يسبح في عيلمي، ربما أحزنني في فرحتي وشدوت اللحم في مهيتي.